السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حبايب قلبي في قناتي وقناتكم روتينات بيوت منورة. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، وكل سنة وانتم طيبين. ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بالخير يا رب. بجد حبيت أقول لكم كده في أول يوم رمضان كل سنة وانتم طيبين. حشتوني قوي. حبيت أجيب لكم منظر الشوارع والبهجة بتاعت رمضان في الشوارع. الفيديو ده كنت مصوراه قبل رمضان بصراحة. كنا في شارع السيدة، في مسجد السيدة زينب، او اسمه شارع السد تقريبا، في شارع السيدة زينب. عايزة اقول لكم انه شارع جميل جدا جدا، في كل حاجة رمضان باسعار حلوة قوي قوي قوي. كمان هنتكلم في موضوع مهم جدا كده واحنا بنتفرج على زينة رمضان وفوانيس رمضان، بما ان النهارده اول رمضان. فهنتكلم في موضوع حلو قوي. اطفالنا كتير بيسالونا سؤال ما بنبقاش عارفين نرد عليهم، نقول لهم ايه؟ بس الاول خليني اكلمكم عن شارع السد في السيدة زينب. بجد رمضان في مصر حاجة تانية، يعني بجد يعني كل اللي يشوف رمضان في مصر وعايش في بلاد تانية بيعرف فعلا ان رمضان في مصر حاجة تانية فعلا. ليه بقى؟ بالزينة بتاعتها والانوار بتاعتها والبهجة بتاعت الناس. وبجد الحمد لله على نعمة الاسلام، الحمد لله على نعمة الفرحة برمضان ونعمة دخول رمضان علينا، وشهر القرآن وشهر الغفران وشهر كل حاجة حلوة، شهر بيعتق فيه ملايين الملايين كل يوم من الناس. فعايزه اقول لك ان ده شهر اوعي تسيبي لحظه فيه من غير ما تاخدي فيها حسنات. اذكري الله، ابعدي عن اي حاجه تخليكي تغضبي ربنا، ابعدي عن كل حاجه تخليكي ما تبقيش هتاخدي حسنات بسببها. رمضان مش شهر اللمه يا جماعه، علشان بس ايه، في ناس كتير واخده فكره ان رمضان ده يعني شهر اللمه والعزومات ونتقابل ونتجمع. لا خالص خالص، رمضان هو شهر العزله. تقعدي مع نفسك، تقعدي مع ربنا، تقعدي مع القرآن، تختلي كده بالله، شهر الاعتكاف. احنا قلبنا الآية، العيد هو اللي فيه لمة، هو اللي فيه تجمعات، هو اللي فيه فرحة. لكن شهر رمضان ده شهر القرآن، شهر ربنا. ما ينفعش اقعد اتجمع واعزم ناس عندي وناس تعزمني، وضيع الشهر في وسط عزومات ورغي وحكاوي ومش عارف ايه، وتلاقي نفسك اليوم خلص ولا مسكتي المصحف ولا عرفتي تقرأي قرآن ولا عرفتي تعملي اي حاجة ولا عرفتي تتدبري ولا عرفتي تعملي اي حاجة خالص. تمام، ده كده من الكلام المهم اللي كنت عايزه اقوله لكم. بعدين هنتكلم بقى عن شارع السد ده. شارع السد ده يا جماعه في السيده زينب انا اول مره ادخله بصراحه، جوزي خدني كده وتفسحنا كده فيه في اليوم ده، فكان يوم جميل جدا بصراحه. الشارع فيه من كل حاجه تخص رمضان، في اللي هي بتلزق على التلاجة دي، في فروع النور، في الزينة من أول 5 جنيه يا جماعة، فرع الزينة من أول 5 جنيه، فوانيس رمضان من أول 10 جنيه و5 جنيه. حاجات بجد بأسعار مهولة. يميش رمضان وبلح رمضان من أول 15 جنيه و20 و25. حاجات أسعار بجد حلوة جدا 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 لأي حد عايز يشتري. هو لحد دلوقتي فارش وبيفضل فارش طول رمضان. الشارع ده طبعا قدام مسجد السيدة زينب زي ما شفتوا كده في الأول. بصوا الفوانيس الجميله دي وبتنور جواها كوره بتنور كده وب10 جنيه. حاجات جميله قوي قوي بصراحه. انا بقيت كل ما امسك حاجه اشبط فيها كده يعني وانا مع جوزي. كان يوم حلو قوي، وهو فسحني كده في اليوم دوت، ورحنا اشترينا حبه حاجات، وبجد كان يوم جميل قوي يعني. يا رب كده يفرحكم ويسعدكم كلكم ويغفر لكم ذنوبكم في الشهر الكريم ده. هناك في الشارع من الحاجات المميزة قوي، كان في محل اسمه صوبيا الرحماني. بجد المحل ده يا جماعة الصوبيا بتاعته فظيعة. صوبيا طعمها حلو جدا جدا، بيبقى مرشوش عليها قرفة كده، طعمها حلو قوي. كمان في محلات مخلل مشهورة قوي زي ده كده، برضو ده بيقولوا عليه أشهر محل مخلل في السيدة. وكمان برضو محلات اليميشة اهي. هنتكلم بقى في الموضوع المهم جدا اللي انا كنت عايزه اتكلم معاكم فيه واحنا بنتفرج كده على زينة رمضان والحاجات الحلوه. ان رمضان يا جماعه لما طفل يسالك هو احنا بنصوم ليه، او لما يجوع ويعطش في نص اليوم، ما تقولوش علشان احنا بنحس بالفقراء. لا، احنا ما بنصومش عشان نحس بالفقراء، دي اجابه غلط جدا. احنا بنصوم علشان ربنا نتقي الله. ربنا بيبعدنا عن حاجة حلال، يعني شهر بيبعدنا فيه عن الأكل والشرب. ليه ما بنصومش؟ عشان نحسش بالفقراء، لأن الفقراء بتصوم زينا. ما ينفعش أقول لابني إحنا بنصوم علشان إحنا بنحس، عشان نحس بالفقراء اللي ما عندهاش أكل وما عندهاش شرب. لا، هو ده يعني حاجة من الحاجات، ولكن
مش هو ده السبب الرئيسي، مش هو ده السبب الرئيسي للصيام. ربنا لما قال كتب عليكم الصيام قال لعلكم تتقون. لازم احط في ابني وفي بنتي ان الصيام علشان ربنا منعنا من حاجة حلال علشان يشوفنا هنقول له سمعا وطاعة، ولا هنعمل حاجة تانية عكس او هنتنمرض على الله سبحانه وتعالى، حاشا لله طبعا، ونقول لا، نقول لا احنا مش مقتنعين، احنا جعانين، احنا عطشانين. لا طبعا، ربنا سبحانه وتعالى حدد لكل حاجة أجر إلا الصيام، قال فإنه لي وأنا أجزي به. ليه؟ لأن أنت ممكن تبقي صايمة وتستخبي وتشربي، ممكن تبقي صايمة وتستخبي وتاكلي، لكن الصيام ما بينك وما بين ربنا، هو ده اللي بيميزك بالتقوى. أنت بتتقي الله، بتخافي تغضبيه. فلازم أعرف اولادي الحكمه من الصيام. الحكمه من الصيام مش ان انا بصوم علشان الفقراء واحس بالفقراء خالص يا جماعه، مش هو ده السبب خالص. هو ده سبب من الاسباب، ولكن السبب الرئيسي لعلكم تتقون. لازم افهم ولادي النقطه دي علشان اقول لهم ان اللي شفتوا ربنا لما بيأمرنا باي حاجه ما ينفعش نقول غير سمعا وطاعه يا رب. هو الاكل والشرب ده حلال ولا حرام؟ حلال، في كل الشهور حلال. لكن لما ربنا يجي في شهر من الشهور ويقول لا، في الشهر ده بالذات ما تاكلوش وتشربوا فيه الا في اوقات معينه، يبقى انا لازم اقول له ايه؟ سمعا وطاعه يا رب. يبقى انا كده بزود حته التقوى في ولادي، بزود حته السمع والطاعه، وحته ان احنا عبد لله. انا عبده لله، اللي يقول لي عليه ربنا لازم اطيعه فيه، حتى لو الحاجه دي فوق طاقتي، حتى لو الحاجه دي انا مش قادره اعملها. او مثلا زي الحجاب دلوقتي اللي ناس كتير بتتكلم فيه، زي حاجات كتير بقى، الصيام للأطفال اللي بعد سن البلوغ. في ناس لا، أصله طفل، أصل مش قادر، أصل كذا. فلازم نعود ولادنا على الصيام، وعلى إن هو طالما أنت بتحب ربنا وبتخاف من ربنا، يبقى أنت لازم بتحب ربنا وعايز جنة ربنا، ما انت لازم تتقي الله في كل حاجة بتعملها، وتخاف من ربنا وتخاف من زعل ربنا. تمام؟ يبقى احنا ليه بنصوم؟ علشان نتقي الله، وعلشان نثبت لنفسنا ان احنا تحت امر ربنا سبحانه وتعالى، اللي يقوله نقول له عليه حاضر وطيب وسمعا وطاعة، وما ينفعش ان احنا نجادل في اي شيء ربنا امر بيه. تمام؟ علشان كثرة الجدال دلوقتي وكثرة الفتاوى اللي عمالة تطلع، الحاجات الكتير اللي بتحصل غريبة في الزمن الغريب اللي احنا بقينا فيه. لازم نفهم ولادنا كده، علشان في اطفال بتطلع تجادل وبتطلع تقول لك لا، طب ليه كذا، طب ليه كذا، طب ما الفقير بيصوم معايا وهو كمان بيحس بالجوع زيه وبيحس بالعطش زيه. طب فيها ايه لما ما ناكلش بس لكن نشرب؟ ما كلنا بنشرب عادي. تمام؟ وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا اتبسطتوا منه. عايزه اقول لكم انه في اخر الفيديو عدينا على سنتر شاهين اللي برضو في السيده، الفرع بتاعه جميل قوي، في حاجات كتير قوي قوي هعمل لكم بيها فيديو تاني ان شاء الله. في عنده خصومات حلوه قوي بخصوص رمضان. طبعا احنا مالناش دعوه بعيد الام والكلام ده، احنا خلاص اتاكدنا ان احنا او اعتقادنا ويعني ديننا بيقول ان عندنا عيد فطر وعيد اضحى، مفيش حاجه عندنا اسمها عيد ام. عيد الام ده بدعه يا جماعه. اهو سنتر شاهين اللي بقول لكم عليه. وده كده واحنا راجعين في الطريق، كانت رحله جميله وكان يوم جميل قوي، كان نفسي كلكم تبقوا معايا، عشان كده صورته لكم وقلت انقله لكم. يا رب يجعله رمضان خير وبركه وفرحه عليكم كلكم وعلى امه الاسلام كلها يا رب، وعلى كل الدول العربيه. انا بحبكم جدا جدا في الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.